مرحبا، رجعنا لكم ويا طبخة جديدة اليوم من مطبخ هند. اليوم الغدا مالتنا راح يكون بامية، وكل عراقي يحب البامية طبعا. طبعا عندنا لحم الغنم اللي سلقناه ويا ورق الغار، عندنا البامية مجمدة، مع الأسف ماكو فريش. طبعا غسلتها ونقيتها لين بها شوائب. عندي عصير طماطة فريش، عندي معجون الطماطة، وعندي الملح، هرسة ثوم، واثنين أمي بصرة مثقبات، وهذا الثوم الصيني الدائري اللي يكون كبار قطع. طبعا خلينا زيت بالجدر، راح أطفي ساحبه. خلينا زيت بالجدر، راح أقلي البامية حتى المواد اللزجة، هاي المادة اللزجة تروح. راح أقليها بالدهن شوي، راح أضيف وياها شرائح الثوم اللي قطعتها. بعد ما قليت البامية ويا الثوم حوالي 10 دقائق، يعني خليتها تتقلى بالدهن، شنو راح أضيف؟ راح أضيف موم البصرة، راح أضيف عصير الطماطم الفريش، وراح أضيف معجون طماطم ملعقتين. بعد ما تقلت الطماطم عندنا 15 دقيقة أو حسب انتو الكمية اللي عندكم، فأنا خليتها إذا نصيت النار عليها. راح أضيف اللحم، لحم الغنم، وراح أضيف مي اللحم بالتدريج إلى أن أشوف اللي أنا القوام اللي أريده. والثوم أيضا، هرسة الثوم ما ننساها، وملح. ضفت مي اللحم عليها إلى أن ردت أنا القوام المناسب، لأن راح أخليها تطبخ أيضا قد 15-20 دقيقة على نص حرارة الطبخ. وصفة خطيرة للسلطة بس ويا البامية. هاي السلطة بس ويا البامية، وإذا جربتوها راح تدعولي. خيار، بصل أحمر، طماطة، معدنوس أو كرفس، نومي حامضة وليمون، سنين ثوم، ونومي بصرة بس اللب مالته، لا القشر ولا الحب، بس اللب مالته، وزيت الزيتون. والله أكلتنا جهزت، وما أقولكم الطعم خرافي والريحة. اليوم الأولاد والشباب حبوا يسوون تلمية، ما حبوا إنه تمن ومرق بس، فخبز مفرود وبامية عالية والتمن وبعدين اللحم. وهاي السلطة اللي قلت لكم عليها اللي تمشي بس ويا البامية، والله تندمون إذا ما سووها. والخضرة، وعلينا وعليكم بألف عافية، ولا تنسونا بالشير واللايك والكومنتات، ونشوفكم حلقة ثانية وأكلة ثانية.